أهلا بيكم في بودكاست دقيقة وعي. معاكم عبد الرحمن. والنهاردة هنتكلم بصراحة عن حاجة تقابلنا في الشغل، في الدراسة، في العيلة، وحتى على السوشيال. لما حد يجي يقولك أنت فاشل، مش هتنجح، أنت ولا حاجة. صوت زي ده مستفز ومنتشر أكتر ما تتخيل. تخيل كده الموقف. موقف ممكن يكون في الجامعة أو الشركة أو حتى بين أصحاب. حد بيحاول يقلل منك في العلن أو بكلمة رخمة بشكل خاص. الجوهري هنا، أنت تعمل إيه؟ هل تغضب وتدخل جدال طويل وتشرح وتبرر؟ ولا تتكسر جواك وتصدق وتسيب الدنيا تعدي؟ ولا تاخد موقف مختلف تماما؟ اسمعني، لو بصيت للموضوع بعمق هتكتشف إن اللي دايما يحبطك ده مش شايف إلا صورته فيك. أغلب اللي بينتقد سلبي أو يحاول يحبطك فعلا شايف فيك ميزة أو إمكانيات هو نفسه مش قادر يحققها. وأوقات كتير الهجوم مش عليك أنت، الهجوم على حلم هو فشل يوصله. الشطارة هنا إنك ترد بحكمة، ببساطة تقول رأيك ما يعنينيش، بس أنا مؤمن بنفسي وده كفاية، وتكمل طريقك. كل ما تقوي إيمانك بنفسك، كل ما السلبية تضعف وتدوي نبرة الإنجاز في حياتك أكتر وأكتر. متجهزلش، متبررش، ولا تحاول تشرح قيمتك لشخص مش ناوي يفهمها أصلا. أفضل رد النجاح نفسه. امشي برأس مرفوعة، اشتغل على نفسك، وخلي كل إنجاز صغير تعمله حتى لو بدأ بنقطة هو اللي يرد نيابة عنك. الرسالة اللي مهمة تفضل في بالك، متضيعش وقتك في شرح قيمتك لناس مش شايفينها. وعيك هو الحماية. دي كانت دقيقة وعي. كون نفسك واسمع روحك، وخلي نجاحك هو الصوت الأعلى في حياتك.